في إطار الحرص الدائم للأهلي وقياداته على التواصل مع كل الأندية وعلى رأسها نادي الزمالك كمنافس شقيق، حرص الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي على زيارة الزمالك في ميت عقبة صباح اليوم لتوجيه التهنئة لمجلس إدارة الزمالك بعد اختيار الأستاذ ممدوح عباس وقائمته لقيادة نادي الزمالك في السنوات الأربع القادمة. وتمنى الكابتن حسن حمدي التوفيق لمجلس إدارة الزمالك الجديد، وبحث مع الأستاذ ممدوح عباس سبل التعاون بين الناديين كرسالة للروح الرياضية بين الأندية. وكان من أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها قضية البث الفضائي. تعالوا بنا نتابع نتيجة الزيارة. زيارة الكابتن حسن حمدي بكل الترحاب وبكل الحب استقبلناه، وأنا بعتقد أنه ده مش هيبقى قضية استثنائية في طبيعة علاقة هذا المجلس بالنادي الأهلي أو بمجلسه الجاي المنتخب. برضه هتكون على مدى السنين بتاعت مدة مجلسنا، واحنا مدة مجلسنا هتبقى زي مدة مجلسهم، لأن الانتخابات الجاية هتبقى كلها في شهر يوليو 2013 إن شاء الله. هيبقى في بيننا وبين بعض ان شاء الله الكثير من اللقاءات. دي تعني كتير جدا، تعني الحب، تعني اللي في صفحه جديده، تعني ان للناس كلها ان ادي رؤساء الانديه بيجوا بيزوروا بعض، وكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي جاي يزور الكابتن الاستاذ ممدوح عباس ويهنيه في مكتبه. ده شيء رائع جدا، ودي بدايه قويه، وده اللي بينشده الاستاذ ممدوح الحقيقه، ان يبقى فيه نعيد الروح الطيبه وروح المحبه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الروح طيبة طبعا من كابتن حسن حمدي، ان هو طبعا جاي يبارك لرئيس نادي الزمالك واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك. والقعده كانت عباره عن كنا بنتكلم في البث الفضائي، وهي قعده كلها يعتبر وديه جدا، وليس ما فيهاش اي نوع من الترتيبات او من نوع الترابط يعني. طبعا احنا طبعا الجمهور نادي الزمالك وجمهور النادي الاهلي جمهور عريق جدا وجمهور كبير، ولازم ان هم يتحدوا لحب مصر، لان طبعا احنا في الاخر ويهمنا ان يهمنا الرياضه وتطور فيها، تطور في الرياضه عامه. احنا كنا في الماضي كنا متزاور من وقت كابتن صالح سليم، من وقت الكابتن مرحوم حسن حلمي لحسن عامر، لوقت انا لما كنت رئيس نادي كنت بتزاور مع النادي الاهلي مره في الشهر، وهم يجوا لنا مره في الشهر، لان دي بتزود بحاجات كتير قوي قوي. وكمان الجلسه بتكون بحث ما هو يفيد الناديين، وتعبير على العلاقه الطيبه بيننا وبين النادي الاهلي. لان انا شخصيا انا بكنك كل احترام وتقدير وحب لجميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وهم نفس الرؤيه بالنسبه لنادي الزمالك. الامور بسيطه جدا، وجاء الكابتن حسن حمدي هنا وشعر ان احنا بنقابل صديق مش بنقابل منافس فقط. المنافسه ليها ملعبها، لكن احنا هنا بينا وبين بعض هي الصداقه المطلوبه يعني. انا عايز اقول ان زياره الكابتن حسن حمدي دي مش غريبه، انا ده بيته، اهلا وسهلا بيه في اي وقت، واحنا سعداء ان هو يعني ما اتبعش الطريق البروتوكولي، يعني ما فيش حاجه اسمها بروتوكول ما بين اهلي وزمالك، يعني كان سعادتنا بيها ان هو رفع التليفون وقال انا جاي يعني، فدي اكبر بكتير جدا من ان احنا نحضر وبروتوكولات وبتاع والكلام ده. فاحنا حسينا ان الزياره فعلا وديه جدا، وفعلا هي كانت كده. وقعدنا، وكان الراجل يعني الحمد لله جاي بيهني مجلس الاداره المجلس الاداره الجديد، وتطرقنا الى موضوع مهم جدا مشترك ما بين الناديين وبين انديه اخرى، اللي هو موضوع البث الفضائي. فكانت الحقيقه الجلسه ممتازه، وناقشنا كل الجوانب بتاعت البث الفضائي. وفي اعتقد اجتماع يوم الثلاث ما بين اللجنه السباعيه اللي هي مهتمه بالبث الفضائي في اتحاد الكره ان شاء الله يوم الثلاث.